الحكايه ابتدت من اعملي لنا تشيلي اويل وصوص نودلز كوري عشان نبطل نطلبهم من بره ونزعلك يا ماما، وانتهت بان برطمان التشيلي اويل ده بقى ادمان ماما، حيث ان ماما بقت تحط الخلطه السحريه دي على الكشري والبدنجان وحتى السمك المقلي والفول. فيلا بينا. 3 معالق كبار توم متقطع كده مش مبشور، معلقه بصل اخضر، قرن فلفل اخضر وزيه احمر، وعلى طرف المعلقه كده جنزبيل يا حبذا لو كان فريش، 3 معالق كبار تشيلي فليكس. انا جففت الشطه دي معاكم قبل كده في الميكرويف وطحنتها طحن خشن كده، ما ينفعش نستخدم الشطه الناعمه خالص اللي بتيجي من عند العطار عشان هتتحرق. 3 معالق كبار سمسم، ومعلقه كبيره ملح وزيها سكر، واحده نجمه ينسون، ومعلقه كزبره خضراء او ناشفه. وهغلف المكونات الجافه دي بمعلقتين خل رز استبدلته بخل التفاح لانه مش عندي، وممكن نستخدم خل ابيض كمان، ومعلقتين زيت سمسم وممكن استبداله باي زيت عادي، معلقتين صويا صوص وعملت لكم البديل بتاعه في فيديو قبل كده. نقلب المكونات كلها كويس مع بعض عشان تتغلف، ولما ننزل عليها بكوبايه الزيت المغلي الحلوه دي تنزل كده تعمل تش تسوي المكونات لكن ما تحرقهاش. وبس كده بقى عندنا احلى تشيلي اويل في العالم باظبط واحلى مقادير ممكن تجربوها. استني يبرد بقى وعبيه في برطمان ناشف معقم، وهيعيش معاكي بره التلاجة شهور وشهور ما بيجروش اي حاجه. وممكن نستخدمه بقى كديبنج للكفته او الفراخ او اللحمه والدامبلينج، او كبديل لتوابل الاندومي بيبقى رهيب. طب تعالوا اوريكم ازاي عملت لهم منه احلى نودلز كوري. في طاسه سويت ميت بولز، ممكن استبدالها بفراخ او شرايح لحمه او حتى جمبري، وممكن نستغنى عن الخطوه دي خالص. نزلت عليهم بربع كوبايه سكر كرملته في طاسه من غير اي مواد دهنيه لحد ما بقى كراميل بالشكل ده، مع نص كوبايه كاتشب يمكن استبدالها بصلصه متعادل طعمها بشويه سكر، ربع كوبايه صويا صوص، مع نص كوبايه ميه متدوب فيها معلقه صغيره نشا، واقلب. وفي النهايه بضيف معلقتين من خلطه التشيلي اويل الرهيبه دي. العيال عندي كانوا شاريين الايج نودلز دي فسلقتها واستخدمتها، لكن نصيحه مني استبدلوها بمكرونه شرايط لان مفيش فرق يذكر بينها وبين المكرونه. وكل اللي حابه اقوله لكم ان النودلز بالطريقه دي هتبقى ادمان، وهتوفر عليكم المبالغ المبالغ فيها اللي بتتصرف في النودلز الكوري وغيره وغيره من الاصناف دي، ده غير انها ما فيهاش اي مواد حافظه ولا ملح صيني. وفي النهايه خالص انا عايزه اقول لك، قريت مقوله كده وعجبتني قوي. المقولة دي بتقول: لا يوجد شخص قادم من النجوم لينير عتمتك، كن لنفسك نورا واعتبريها رسالة. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهائي.